ويا واسمك واسمه الكتاب تاعك؟ أنا اسمي بالهادي عبد الرحمن، وكتابي هو يعني رواية خطبة قرد. بدا باختصار الكتاب تاعك على واش يحكي؟ باختصار الكتاب تاعي يحكي على إنسان يعني مرت عليه تجربة من الجمال وجمالية اللحظة وجمال الطبيعة كذلك، يعني الروحانيات. استعملت كل هذه العناصر، ولكن في الأخير فهمت أن الإنسان أمام الجمال يقدس مشاعره. وهذه معظم الأخطاء التي يقع فيها معظم الكتاب، واللي هي قداسة المشاعر. فالإنسان حينما يقدس مشاعره يبدأ يرى بمشاعره كأنها قانون مطلق يرى به الحياة. وأنا يعني كي أبقى خادما لهذا لجوهر الرواية وأكون مخلصا للأدب، استعملت القرد لأنه أصدق من الإنسان، وفيه ما فيه من العري والصدق. اول مره اللي قررت فيها انك تولي كاتب تكتب كتاب جاك الالهام كيفاش كانت؟ باختصار، وهذه معروفة يعني في الفلسفة وعلم النفس، أني تلقيت يعني صدمة نفسية. والصدمة النفسية هذه ممكن حتى يعني تمر عليك سطحيا، أو يعني تبدأك من الجذور. وكل هذا يعني يقودك لمعرفة ذاتك، يعني لحب ذاتك. فكلها يعني هذا الوجود، إن لم تتعلم أن تحب ذاتك لن تفهم يعني كما هو. انا في اخر يوم تاع السيله، كيفاش كانت التجربه تاعك في سيله والاقبال تاع الكتاب او القراء الى اخره يعني اون جينيرال؟ والله يعني كانت أجواء حلوة، رغم أني يعني هذا أول يعني أحضر فيه، وأول كتاب يعني لي، وأول يوم لي. وكان إقبال يعني رائع، خاصة يعني من الكبار، كأن الكبار اكتشفوا أنهم هم القردة، ويتشاركون مع القردة في شعور الدهشة بالجمال.